بداية اسمح لي أعرب عن سعادتنا بزيارة إقليم كردستان كوفد، وسعادتي الخاصة باعتبار أنها الزيارة الأولى لي للإقليم. وأيضا نقدم التهنئة إلى قيادة وحكومة وشعب إقليم كردستان بمناسبة عيد النيروز، وأيضا الذكرى السنوية لوفاة القائد الكردي العظيم رحمه الله مصطفى البرزاني. الحقيقة في سلسلة اللقاءات التي أجريناها كان لنا شرف اللقاء مع دولة الرئيس مسرور البرزاني هذا اليوم، حيث ناقشنا العديد من القضايا، وفي مقدمتها استعراض للوضع السياسي والإعاقة التي يمارسها نظام الأسد حتى اليوم في عدم التجاوب مع الحل السياسي، وذلك مدعوما بحلفائه الروس والإيرانيين. وأيضا ذكرنا في أثناء المقابلة على الدور التخريبي للمشروع الإيراني الذي يعيش فسادا في المنطقة عموما، وأيضا تأثر الإقليم وتأثر سوريا والعديد من البلدان بهذا المشروع القائم على إيديولوجيا طائفية حاقدة تريد زعزعة الأمن والاستقرار في عموم المنطقة. وأيضا تطرقنا إلى كما تفضل دولة الرئيس مسرور إلى الإشكاليات التي تواجه المناطق المحررة، وخاصة الإشكاليات الأمنية. وجرى التجاوب من رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري بأن الأمر ليس ورديا وليس بالسوء المتصور. نعم، هنالك بعض الإشكاليات، ومنذ فترة ليست بالقصيرة هنالك متابعة وحلحلة للكثير من هذه الإشكاليات والانتهاكات التي تحدث. نحن نؤكد أنها ليست سياسة ممنهجة على الإطلاق، هي تصدر من بعض الأطراف ومن بعض الأفراد، ونحن في إطار حلحلة الكثير من هذه الإشكاليات. وقد ذكرنا في لقائنا مع دولة الرئيس العديد من الأمثلة عن الحلحلة وكيفية التعاون بهذا الإطار. أيضا شددنا على أننا نريد مزيد من تعزيز دور شركائنا وزملائنا في المجلس الوطني الكردي، وخاصة في المناطق ذات الأغلبية الكردية، وأن يكون دورهم أكثر فعالية في التواجد في داخل سوريا. وهذا الأمر لاقى ثناء واستحسان من دولة الرئيس مسرور البرزاني. أيضا تم التطرق إلى قضية تسهيل من حكومة إقليم كردستان لإقامات اللاجئين السوريين الذين يقدرون بحوالي 250 ألف، والذي نقدر هذه الاستضافة والحفاوة، وهذا ليس بغريبا عن حكومة وشعب إقليم كردستان استقبال هؤلاء اللاجئين، أن يكون هنالك تذليل للمصاعب التي يواجهونها في موضوع أوراق الإقامة. وجرى الاتفاق على أن يكون هنالك لقاء خاص يبحث هذا الموضوع، كما جرى الاتفاق أيضا على التعاون والتنسيق من أجل رفع المذكرات والرسائل إلى الجهات الدولية التي تعنى في قضايا المساعدات الإنسانية، وخاصة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. هذا بالنسبة للقاء. ماذا لاحظتم مع وفد أهالي مدينة العفرين؟ طبعا أيضا كان لنا سعادة كبيرة بلقاء أخوتنا من وفد من أهالي عفرين، وكان التركيز أيضا على موضوع عودة الأمن والأمان والتعاون في هذا المجال، وأيضا عادت النقطة الأساسية وهو مزيد من التفعيل والمساهمة لزملائنا في المجلس الوطني الكردي في داخل المناطق المحررة. وإن شاء الله هنالك ترتيبات لأجل هذا الأمر، وسيكون هنالك مزيد من التعاون الوثيق مع أهالي المنطقة، وأن يكون لهم إسهام في إدارة شأن تلك المناطق لتقديم الخدمات لأهالي تلك المنطقة، وأيضا للتخفيف والتقليل من التجاوزات والإشكاليات التي تحدث هناك.